ازاي بحول الشخصية دي للشخصية دي في 10 دقايق. اول حاجة بحط السيرم علشان الحرارة اللي انا هستخدمها دلوقتي، انا بحس ان عندي شخصيتين، شخصية قبل ما اعمل شعري وشخصية بعد ما اعمل شعري. قسمت شعري وبدأت اعمله، بعد كده قلت طب ما ابدأ تايمر علشان اقول لكم انا بعمله في قد ايه. بقسمه ان انا بقسمه من النص، وكل جنب بقسمه حتت، فاهمين يعني زي ما انتوا شايفين. وساعات بلفه كده بيديني شكل حلو قوي كده، في نص عملته ونص ما عملتوش، وتقريبا الفرق واضح. واكتر حاجه بتنجز في الوقت حجم البراش نفسها، ان هي بتاخد كميه كبيره من الشعر في المره الواحده. وفي الجزء اللي قدام بحب اعمله مره لقدام ومره لورا عشان يديني الفوليوم الاخير ده، وكده يبقى شعري كله خلص. واهم حاجه البراش اللي انا بستخدمها، ودي الايونيك فوليومايزنج براش من ستانفي. بعيدا عن ان لونها عاجبني قوي، بس هي فيها 3 درجات للحراره على حسب نوع الشعر. انا استخدمتها على اعلى حاجه. قعدت اتصور ونسيت اقفل التايمر وقفلته على 20 دقيقه، فتقريبا خلصت في 10 15 دقيقه. بيجي معاها شنطه وعجباني قوي ان هي تساعدني اخدها معايا وقت السفر. الجلوفز والكليبس اللي استخدمتهم في اول الفيديو برضو جايين معايا. كمان البراش خفيفه وانا ماسكاها وانا بعمل شعري، فبتكون خفيفه على ايدي. والفوليومايزر دي نيو اديشن، هم عاملينها فيها اكسترا ايونز علشان تخلي مفيش هيشان في الشعر. وبعدين نزلت وبس كده.